سلام، واش راكم لاباس؟ الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم ما شاء الله مقروط المقلة، وصفة ناجحة مليار بالمئة. يجي معسل ومرمل ويذوب في الفم. إذا تابعوا معايا الفيديو للأخير باش تشوفوا طريقة التحضير. لكن قبل ما نبداو صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فضلا وليس أمر جام وبرتاج واشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. إذا نبداو في تحضير وصفتنا إن شاء الله. هنا عندي 4 كيلات تاع سميد نصف خشن. هنا عندي الكيلة ممسوحة ماهيش بومبي. عندي الكيلة الأولى، الكيلة الزوجة، وهذه الكيلة الثالثة، وهذه الكيلة الرابعة. نزيد معاها مغرفة كبيرة تاع سكر. عندي مغرفة معمرة مليح مليح تاع فرينة. زيت لافاني. بالنسبة للافاني هنا اختياري، تقدروا تستغناو عليه. عندنا مغرفة صغيرة ملح. نخلط النواشف اللي عندنا مليح. بالنسبة للإيدام عندي كيلة إيدام. هنا عندي كيلة إلا أصبع سمن ذايب وبارد. نكملو بالزيت، نكمل كيلة تاعنا بالزيت. بس السميد تاعي مليح مليح بليدام. الطريقة هذه غير بصبعتيا برك. خلطو مليح، لازم السميد تاعنا يتبسس مليح بليدام. تابعوا برك يدي بالطريقة هذه كيما راكم تشوفوا. بعد ما نحسو تشرب كامل هذاك ليدام، هنايا نغطيه خليه يريح 2 سوايع على الأقل. بالنسبة للغرس، هنا عندي كمية من الغرس. هنا عندي شوية طري، إذا جاكم شوية يابس كرفجوه بك راح يجيكم ساهل. هنا نزيد معاه شوية جلجلان محمص، زيد شوية قرفة، شوية زيت مكثروش بزاف. نشمخوه بالمزهر غير شوية شوية بك، مش حتى يولي لنا طري بزاف. نعجنو بالطريقة هذه. أنا حسيته شوية مازالو يابس، حزيدلو شوية مزهر. نزيد نعجنو مليح. هنايا راه واجد. أنا ما نديروش طريب بزاف بزاف، هذا سر من أسرار النجاح المقروط. هنا بعد ما ريح السميد تاعنا 2 سوايع، تحسوه كشغل جمد، نجيو نفتحوه بالطريقة هذه. هنا عندي كيلة ما، يعني نصها مزهر ونصها ماء. نبداو نشمخو في السميد تاعنا بشوية بشوية، مفرغوهاش على جهة، شوية شوية كان حتى نكملو ديك الكيلة اللي عندي بصباعي برك، ما نعجنوهاش. الطريقة هذه حتى نكملو كامل الكمية تاع الماء. كما راكم تشوفوا حتى يتشرب كامل داك السميد الماء. تبعوا برك الطريقة كيفاش راني نواسي مليح باش تنجح لكم الوصفة ان شاء الله. هاو قريب يتشرب لي، مازالو برك شوية. هنا نحبس خلاص.
هنا نرجع نغطيه نخليه يريح واحد 5 دقايق. في هذا الوقت نوجدو الحرابش تاع الغرز تاعنا بالطريقة هذه حتى نكملو قاع الكمية اللي عندي. بالنسبة لطريقة التشكيل تبعوا بك معايا مليح كيفاش راني ندير بالطريقة هذه. نديرو حربوش بالطريقة هذه، نفتحو في الوسط بصبعي كيما راكم تشوفوا، نحط الغرز تاعي في النص، باقي موضح في الصور. سقمو مليح. إذن بالنسبة لكم إذا حبيتو ديروه شغل مايلين، حبات مايلين وبومبي، ديروه بالطريقة هذه. أنا حنسيلكم بك حبة تشوفوها، خاطر مانيش راح نديرو بهذا الشكل. أنا عندي هذه كوموند تاع وحدة هي اللي بغاتو بالشكل اللي راح نديرو بعد تشوفوه. حسي معاكم برك وحدة باش تشوفوا الطريقة هذه. إذا نسقم الحبة تاعي مليح. من الأحسن تستعينوا بالكوبات، راح تساعدكم بزاف في خدمتكم كيما راح تشوفوا. أنا راح نديرو مربعات، مانيش راح نديرو بالشكل هذا كي شفتوه، حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. تبعوا برك يديا كيفاش راني ندير. راح نقطعه بهذه القطاعة ولا هذا المول مربع. نسقم الحبة تاعي مليح. أنا هنكمل كامل الكمية اللي عندي ونرجع لكم. إذا أنا بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي كما راكم تشوفوا، شوفوا الغرز جاي في النص ما شاء الله. بالنسبة لطريقة القليان تاع المقروط، عندي هنايا درت الزيت يسخن. أنا باه نتستيو الزيت تاعنا إذا سخن ولا لا. جيبوا كمية صغيرة من العجين، ولا عندي هنايا حبة صغيرة درتها. كيما رانا نشوفوا هنايا الزيت تاعنا سخن، لازم الزيت يكون سخون مليح مليح باش ينجح لكم المخلوط تاعكم، سينو يتشقق لكم في المقلة. هنا ندير حبيبات، هنا ما نعمروش المقلة حتى يتحصروا ومن بعد يروح لهم لافورم تاعهم. طيبوهم على نار متوسطة. هنايا بعد ما طابلي شوف ديك لاكولير الشابة ما شاء الله. هنايا نديروه فوق بابي اوبسوربون باش يمتصلنا قاع داك الزيت اللي فيه. نحيهم بك بالعقل. حتى يكملهم كامل. انا غير نحيهم ندير حبيبات واحد اخرين يطيبوا. نروحو نعسلو ذيك الحبيبات اللي نحيناهم بالطريقة هذه.
أنا بالنسبة للعسل بارد ماشي سخون، ما لازمش يكون سخون، غير كي نشوفو الحبيبات الأخرين قريب يطيبو نحيوهم من العسل نديرهم في كاسكاس، أنا مخليهمش يكترو بزاف، قسما ما نحطو الحبيبات الأخرين في العسل نحيو هذو من الكاسكاس نديرو في الكيسات ولا كيما أنا راح نديرهم في لابواط كيما راح تشوفو، بس كيما قلت لكم هذه كومونطة واحدة هي اللي بغاتهم بالشكل هذا. الطريقة هذه حتى كمل كامل الكمية اللي عندي. هنا ندير شوية عسيلة من الفوق، أكيد نفس الطريقة راح ديروها إذا درتهم في الكيسات. شوية جلجلان من الفوق. إذا هذه هي وصفتنا نهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتعودوا تجربوها، ترجعوا لي هنايا الفيديو تكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله.